الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا نيابة عن أخونا الشيخ أبو ياسر الجبوري أقدم كل الشكر والامتنان والتقدير إلى كل أخوتنا وعمامنا بدون استثناء، كافة العشائر، كافة شيوخ العشائر، كافة الحمايل، أخواننا عمامنا شيوخنا اللي تعنوا طريق السفر من بعض المحافظات، احنا نتقدم منهم بالشكر. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين بحق محمد وآل محمد، وأن يرحم الحجية أم يوسف، يرحمها برحمته الواسعة. وأرجع وأكرر تقديري واحترامي وشكري كل اللي يقدم لنا التعازي بدون استثناء، واللي يقدم جهد ووقف، يعني ولو احنا، انا المفروض ما اقول اشكره، هذا المصاب مصابهم، بس احنا من نشكرهم نقول لانه ما قصروا. وبارك الله بكم ورحمه الله والديكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المتحدث نيابه عن الشيخ ابو ياسر الجبوري، اخوكم ابو رويده الجبوري. بسم الله الرحمن الرحيم. كله عليه فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. نعزي عشيرة الجبور ونعزي الشيخ غازي والشيخ ياسر بفقيدة والدتهم، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ونشكر قناة عشيرة الجبور، ونشكر الأستاذ حسنين، وما نقول إلا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ غسان شلال حسون شيخ عشيرة جبور البمصري، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة الأليمة، وفاة الحجية أم ياسر الله يرحمها برحمته الواسعة، تنعى قبيلة السادة آل بركة جوابر جميعا، والمتمثلة برئيس عشيرتها العام السيد عزيز السيد فلح الجابري، تنعى عمامنا الجوابر عامة هذه المناسبة الأليمة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفسح جنتها وقبرها ويجعله روضة من رياض الجنة، وأن يرحمها برحمته الواسعة، ولذويها الصبر والسلوان بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي عائلة الفقيدة المرحومة والدة الشيخ غازي آل يوسف الجبوري باسمي وباسم عمامي البوشمال. نقدم عائلة الفقيدة الصبر والسلوان. نسأل الله سبحانه وتعالى والرحمة والمغفرة إلى روح أموات المسلمين والمسلمات، ونشكر قناة قبيلة الجبور على التغطية المباركة بهذه المجالس العزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة. السلام عليكم، الله يبارك فيكم. جئنا من مدينة أمير المؤمنين النجف الأشرف نحمل تعازي إلى عشيرة آل سفان الجبور في بغداد الحبيبة لتعازي الشيخ يوسف غازي لوفاة والدته، ونقول له عظم الله أجرك بهذه الأيام العصيبة. الله يكون في عونك، والله يشد أزرك بحق محمد وآل محمد والجبور اللي موجودين بمحافظة النجف الأشرف والمحافظات البقية أيضا همات كلهم يعزون الشيخ يوسف. الله يبارك فيك يا أبو رضا، ونقول لك الله يرحمه برحمته ويعوضها الجنة بحق محمد وآل محمد. وإحنا حاضرين وياك بكل الظروف، بالرخاء وبالشدة احنا وياك يا أبو يوسف، لأن أنت إنسان صاحب غيرة، أنت وابنك ياسر أبو رضا صاحبين غيرة وصاحبين فزعة لكل الجبور. واهلا وسهلا بهاي القناه المباركه اللي هي قناه الجبور. متحدثكم الشيخ رشاد حبيب آل شريف الجبوري، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. باسمي وباسم عشيرة الطرشان
قبيلة بني تميم نعزي اخوتنا وخوارنا الجبور بهذا المصاب الأليم، ونتمنى من الله العزيز القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته. وكذلك أنقل تحياتي إلى أخواننا الجبور من مدينة النجف الأشرف ومن بطلها والإمام علي بن أبي طالب إلى أخواننا الجبور، ونتمنى لهم خاتمة الأحزان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عازي والمواساة إلى الشيخ يوسف غازي عناد شثير الجبوري، رئيس عام عشائر البسفان ورئيس درع قبيلة الجبور في العراق، وندعو من الله أن يتغمد فقيدته بواسع الصبر والسلوان ويسكنها فسيح جناته. ونخص بالتعزية ابنه البار الشيخ ياسر يوسف غازي المغوار البطل الذي قدم ما قدم إلى أبناء عمومته وخدمتهم وإسنادهم في كافة محافظات العراق. شكرا جزيلا. المتحدث الفقار علي حسون الجبوري من بابل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آله الأبرار. نعزي الشيخ يوسف غازي أبو ياسر بهذا المصاب الجديد على وفاة الحجية الله يرحمه برحمته الواسعة، ونشكر الأخ الشيخ إعلام الجبوري الشيخ علي إبراهيم سالم الجبوري.